أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم علينا وعليكم بإذن الله. وزي ما اتفقنا إن هيكون في سلسلة فيديوهات بتتكلم عن سيدات بيت النبوة، كل يوم هتنزل الساعة 5 بالظبط، ما تروحوش في حتة عشان تشوفوها. ما كانش ينفع نبدأ السلسلة دي غير لما نتكلم الأول عن السيدات اللي أثرت في حياة الأنبياء. هنتكلم عن السيدات اللي أثرت في حياة الأنبياء في الرسالات السماوية الأربعة: إسماعيل، عيسى، موسى، وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي غالبا كان الاتفاق العجيب ما بينهم هما الأربعة إن طفولتهم كانت مقتصرة على أمهاتهم فقط دون مشاركة الآباء، عشان نلاقي إن الأم هنا قامت بدور الأب والأم بأفضل صورة ممكنة. وتعالوا نسمع آية كده هتعرفكم إحنا هنتكلم عن مين النهاردة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عرفتوا من الآية اللي فاتت دي إن إحنا هنتكلم عن السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل عليه السلام. طيب يا ترى مين هاجر دي؟ هاجر دي هي أمة ضعيفة لا حول ليها ولا قوة، بيها السيدة سارة زوج سيدنا إبراهيم من مصر كهدية من ملك مصر، جابتها الأرض كنعان، وكانت السيدة سارة عاقر ما بتولدش، ففكرت إن هي تهدي هاجر لزوجها إبراهيم يخلف منها، وبالفعل اتجوز سيدنا إبراهيم السيدة هاجر وحملت هاجر. وبدأت الغيرة تزيد ما بين السيدة سارة اتجاه هاجر، لأن الغيرة فطرة طبيعية لحواء، وبدأت تتخيل السيدة سارة إن هاجر بتغرسها وبتضايقها وبتهزقها عشان هي حامل والتانية لأ، فراحت اشتكتها لسيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عدى الموقف وهداه عشان يعدي والدنيا تمشي، لحد ما السيدة هاجر ولدت. وهنا حلفت سارة إن هي مش هتعيش معاها تحت سقف بيت واحد، عشان نلاقي في يوم إن سيدنا إبراهيم خد مراته وابنه واتجه بيهم ناحية الجنوب في مكان هم مش عارفينه، عشان نلاقي السيدة هاجر رابطة في وسطها حاجة عشان تمحي أثار أقدامهم عن سارة عشان متلحقش بيهم وتأذيها هي وابنها. قدر لسيدنا إبراهيم إنه يسيب مراته وابنه عند آثار البيت العتيق، أول بيت وضع لله ببركة المباركة، وكانت في الوقت ده صحراء مفيش فيها أي حد غير قوم بس اسمهم العمالقة، وما كانوش عايشين جوه مكة، لا هم كانوا عايشين على حدودها، وكانوا بيتنقلوا من مكان للتاني عشان كمان يدوروا على الأكل أو على المية. وهناك عند أطلال البيت العتيق يسيب سيدنا إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل ويمشي، ومعاها جراب فيه تمر وشوية مية صغيرين كده لها هي وابنها. وبصت السيدة هاجر حواليها، شافت الصحراء وخافت وارتعبت من وحشة البرية المخيفة. بدأت تتوسل لسيدنا إبراهيم إنه ما يسيبهاش في المكان ده، وإنه ياخدها مكان تاني ويسيبها فيه، بس مكان حتى ما يكونش صحراء ومخيف للدرجات دي. لكن سيدنا إبراهيم مشي ومرضاش حتى إنه يبصلها علشان العاطفة ما تخونوش تجاه ابنه والأم. ترجع تسأله تاني مرة تانية: أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء، الذي ليس فيه لا أنيس؟ ما يردش عليها، عشان تسأله تاني: الله أمرك بهذا؟ فيرد يقول أيوة، ويسكت من غير برضو ما يلتفت ليهم، عشان ترد عليه وتقول له: إذن فلن يضيعنا الله. فضلت قاعدة هاجر تتونس بابنها وتشرب من المية وتاكل من الأكل اللي معاهم، لحد ما المية اللي معاها خلصت، وبدأت تعطش هي وابنها ومش عارفة تعمل ايه في المكان اللي هي عايشة فيه ده. وبدأت تبص لابنها تلاقيه بيتلوى من شدة العطش، فبدأت تبحث وتطلع تدور على قوم هنا أو قوم هنا، على الأقل يمكن تلاقي معاهم مية. ففضلت تطلع ما بين الصفا والمروة 7 مرات، 7 أشواط كاملين، لحد ما فقدت الأمل، ففضلت قاعدة في مكانها. لكن ابنها كان بيلتقط أنفاسه الأخيرة خلاص، فهي معرفتش تشوف ابنها الوحيد وهو بيموت قدامها،
فخدت بعضها ومشيت بعيد، ومفيش في المكان أي صوت غير صوت بكائها وصوت ابنها وهو خلاص بيموت. وفجأة سمعت صوت فكرته في البداية صوت بكائها، لكن بعد شوية شافت ملاك نازل على هيئة طائر ويطير حوالين المكان اللي فيه ابنها، وبينبش بجناحه في مكان معين عشان تتفجر بئر زمزم. فضلت السيدة هاجر تجري ناحيتها وتشرب وتشرب ابنها. في نفس الوقت ده مرت قافلة حوالين المكان، ما شافوا الطائر ده عرفوا ان المكان ده فيه مية، بعتوا حد يكتشف المكان، فاكتشف المكان ورجع لهم بيهم واستأذنوا من السيدة هاجر ان هم يعيشوا معاها والمية هتكون ميتها. فأذنت ليهم السيدة هاجر وعاشوا معاها، وهم اللي علموا لسيدنا إسماعيل العربية الفصحى اللي تحدث بيها، كمان اتجوز منهم. وطبعا كلنا عارفين قصة فداء سيدنا إسماعيل بالكبش اللي بنحتفل بيها كل سنة في العيد الأضحى. وكان من ذرية سيدنا إسماعيل سيدنا محمد صفوة الصفوة من أبناء سيدنا إسماعيل إبراهيم، والسيدة هاجر أم العرب العدنانية اللي دخلت التاريخ الديني بهموم أمومتها ومسعاها بين الصفا والمروة 7 أشواط كاملة، اللي بقت شعيرة من شعائر ديننا الإسلامي بنقوم بيها في الحج والعمرة، وعيد للأمومة في موسم الحج من كل عام.